رامز جلال اللي عامله في الفنانين والمطربين والناس. عملها فيكي مرتين او 3 مش فاكره. ثعلب الصحراء. وفي حاجه تانية وبتاعه النار، رامز واكل الجو. والله ما اعرفش اللي كنا فوق متشعلقين والنار، ما اعرفش ده كان اسمه ايه. رامز بيلعب بالنار. رامز بيلعب بالنار. ورامز واكل الجو ما كنتش معاه في واكل الجو دي، مش في كل البرامج ببقى معاه، بس اعتقد هو بقى انا بصعب عليه، يعني هو عارف قدراتي كبني ادم. بس معقوله يعني يا علا مرتين مقلب من نفس الشخص؟ ما هي دي البراعه. انا شابوه في انه قادر يستمر، يعني يستمر. ما تاخدينيش في حته تانية، انا كنت معاكي في حته تانية. وانت عارفه انت ذكيه جدا وعارفه انا هدخل اتكلم في ايه. قولي يا علا. طب قولي. ما كنتيش عارفه بالمقلب؟ انا عارفه اني مسافره رايحه اعمل حلقه مع رامز، واما اوصل هيبقوا يقولوا لي، انما انا لا اعلم اني هوصل من الطياره. محدش يعمل في حد كده. بلس انه لما ببقى انا لازم ياخدوا رايي انه اعمل حلقه مع رامز ولا لا. لازم تعرفي انك طالما رايحه لرامز يبقى في مقلب اكيد، يعني هتكوني رايحه رامز. ايه هتعملي حوار ايه يعني؟ نو لا انا عارفه انا رايحه اعمل مع رامز. طيب يبقى لما رامز يعني مقلب. لما هيحصل مقلب اكسبكتد، متوقع. اوف كورس اكسبكتد، بس في حاجات ما بتبقاش يعني اكسبكتد. انا مش عايزه اعرف اكتر من كده. لا انا اللي عايزه اعرفه عرفت. انا عايزه اسال سؤال. معلومه انك انت لازم بتكوني عارفه ان انت رايحه الرامز. طبعا لازم اعرف اني رايحه الرامز طبعا. بس الفكره في حاجه، ان انت بتبقي عارفه انك رامز هتقابليه بكره. انت فاهمه انت فاهمه التريك في ايه؟ فاهمه التريك. ما هي دي التريك. يعني ايه؟ يعني انت رايحه لرامز، حصل فيكي اي حاجه انت مش متوقعه ساعتها، وتفكريش تقولي هو ده المقلب يا علا؟ ما جاش على بالك؟ ما بيجيش 20 30%؟ اعتقد ان اللي عمله في بتاع النار ده كان لازم يقول، اعتقد، والا الناس اللي بترجع عليه بقضايا او بترفع عليه أنا قضايا. مش بقول دلوقتي كان لازم يقول ولا مش لازم يقول. ما انا عايزه اقول لك انا بسالك يا علا. لا بصي انا بقول لك انا فوتت لك حاجات كتير، دي مش هفوت. انا عايزه اقول لك على حاجه بس. قولي يا حبيبتي. انا النهارده لازم ياخد البرميشن مني اني موافقه اروح اعمل مع رامز. عشان كده هو قالوا لك انك رايحه الرامز، هو ده البرميشن. ايوه طيب وذاتس واي انا ما بفهمش اللي بيرفعوا قضايا. ترفعي قضيه على واحد انت عارفه رايحه تعملي معاه برنامج ليه؟ عشان خوفك قوي، عشان نستفزك جوه الحلقه، عشان ضايقك وانت عشان بل شعرك. اول مره حد يعترف انه كان عارف انه رايح لرامز. انا بقول لك معظم الناس بتكذب وبتخبي وبتقول احنا ما كناش نعرف. احتمال يكون رامز عارف انه امتى يقول وامتى ما يقولش، يعني مش بالضروره قال لعلا ان انت رايحه تعملي في بيلعب بالنار، رايحه تلعبي مع رامز حلقه، مش بالضروره يكون قال له كله. توني خليفه كان بيقول انه الناس مش عارفه. توني خليفه قال كده واتقال لهم ان هم رايحين لنيشان. بس انا مثلا في ثعلب الصحراء ما كنتش عارفه. انا رايحه اعمل ترويج للسياحه. بس ما نضحكش على الناس بقى، يعني مفيش ضحك على الناس. صعب مفيش ضحك على الناس يتعمل معاه كده. انت عايزاه يقول له ايه؟ وبعدين انا بتضايق بغير على ولاد بلدي، سواء فنان فنانه مطرب مطربه، انه بيبقى هو شو للناس ويتبهدل كده عشان الناس تقعد تضحك. ما يقدرش رامز يطلع اي حد في حلقه بالصعوبه وبالخطوره دي الا لما يكون واخد البرميشن. انما طبعا. الضيف ما بيكونش عارف ايه اللي هيتم فيه. والا ممكن جدا يقوم قايل انا اسف كده. مش هعمل بس كده. لكن المشاهد اللي مش عارف، وهنتفق على كده. ولا الضيف اللي بعده اللي بعده عنيده.